بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا سنة أولى، إن شاء الله تكوني بخير. النهاردة نحل أسئلة على الدرس الأول فلسفة أولى ثانوي ترم أول 2025. ماشي، هنحل من كتاب الامتحان صفحة 62 و63 و64. هسيبلك بقى شكل الامتحان في بداية الفيديو عشان تشوفيه زي ما مش متعودش أول مرة. فلو دخلتي على القناة هتلاقي ان انا بحل يعني وبسيب الورق وبقول اللي انا بحله، فانتي اسمعي معايا الحل، ولو في حاجة هكتبها على السبورة عشان نفتكرها مع بعض. ماشي، يلا نبدأ عشان مش عايز اطول عليكي الفيديو. طبعا هم اسئلة اختيارات وموضوعي في الفلسفة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: معيار المعلم في تقييمه للطلاب ليس ما يستحسنه، بل على اختبارات يعدها بناء على ما مر به خلال سنوات عمله في هذا المجال. يمثل ما سبق إحدى خصائص التفكير الإنساني، وهو أنه يعتمد على خبرة الفرد وليس إحساسه. فهم وتفسير العلاقات والمبادئ العامة مرتبط بالنشاط الحركي، يؤثر ويتأثر بحاجات السؤال عشان انتي لسه اول مره تسمعيني، فازاي افكر في السؤال. مبدئيا كده بقرا السؤال مره واتنين لحد ما افهم السؤال معناه ايه، وبعدين بقرا الاختيارات، وبعدين اشوف انا في انهي حته في الدرس، واحاول ان انا افتكر الحته دي فين في الدرس واستحضرها انا في ذهني، ولو كان ليها كلمات مفتاحيه اقولها، او كان ليها حروف تفكرني بيها بقولها، وبعدين بشوف الحته اللي انا بصدرها في الحته الخاصه بالسؤال، واحاول ان انا اوفق الاختيارات على السؤال. فرضا ان انا عارفه الحته دي فين في المنهج، بس انا شايفه ان الكلمات او الجمل اللي موجوده في الاختيارات مش هي اللي موجوده عندي في المنهج، يبقى انا عرفت على الاقل انا فين في المنهج، وبعدين احاول ان انا اوفق الاجابه مع السؤال. فانا هنا بيقول لي خصائص التفكير الانساني. افتكر معايا انا كان عندي كام خاصيه؟ كان عندي 5. اول حاجه انه نشاط عقلي، ادراك للقوانين العامه للموجودات، يعني يرمز في شكل رمزي يدل على خصائص الشخصيه، له دلائل او له نشاط عملي اجتماعي واقعي على ارض الواقع. فارجع هنا بقى للسؤال، انا كده استحضرت في ذهني انا كنت فين في المنهج. ارجع بقى للسؤال، الطريقه للمعلم او المدرس